وبركاته. متابعيني حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. فيديو النهارده يعني انا اتكعبلت كده فيه صدفه. يعني انا كنت لسه جايه من السوق ولقيت سمكه تونه قدامي وجاي طازه زي ما احنا شايفين كده اهوت. رحت جايبها، هو كيلو ب40 جنيه زي ما احنا شايفين مع بعضينا. بصوا السمكه طازه ازاي، بصوا الخياشيم اهي ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. بس هو طبعا التصوير مش مبين قوي. المهم ان انا جبت وقلت ايه اصورها لكم واعملها لكم بطريقه جميله قوي زي بتاعت بره الجاهزه بالظبط. هنبدا مع بعضينا وهنسمي الله. انا كده نضفت 2 زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا، وحط عليهم كنت ايه يعني في وقتها كده خل. بصوا البطن بتاعتها. وعلى فكره هي دي سمكه التونه الاصليه مش الكبريت، لا. خلاص كده حبايبي هنقطعها بقى مع بعض. دي انا لسه ما نضفتهاش بس هخلص دول معاكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هنا معايا كروانه فاضيه تكون غويطه علشان خاطر تكفي الكميه بتاعتي. هنبدا بقى كده ونسمي الله. هنقطعها جزر. بسم الله الرحمن الرحيم على قد ما احنا عايزين الجزله. انا ما شلتش طبعا، على قد ما قدرت شلت دولت، بس ايه يعني عشان ما يشوكونيش. بعد ما تستوي هنضف كل ده ان شاء الله. هقطع بقى كده جزر. هو المقاس ده كده حلو قوي. مفيش اي مشكله. هقطع التانية برضو معاكم. قطعيها كده من الظهر احسن. بصوا ما بتطلعش مهدره معايا ولا بتتفعص مني. هنضف بقى التالتة وهنيجي مع بعض هنشوف هنعمل ايه تاني. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما خلصت ونضفتها كلها وغسلتها كويس قوي بالليمون والملح والخل زي ما احنا شايفين كده اهو. هاجي بقى دلوقتي، على فكره الكميه جميله جدا. ال3 سمكات دول يعني يا دوبك قطعوا 100 جنيه، فطبعا مش مكلفين خالص. دلوقتي العلبه ب40 جنيه ويا دوبك قطعه صغيره خالص زي ما احنا شايفين كده. هحط بقى الملح ده، احط عليها بقى الملح كده. وهاجي هنا هعصر ليمون. طبعا عشان خاطر الزفاره مكان الدم، وهحط القشر كمان معاه. طبعا انا يعني انا مش عايزه كنت اوريكم ايه اللي هي منزلاه. فطبعا في الغسيل نزلت كتير جدا، فخلي بالكم حبايبي عشان الزفاره بتاعتها دي جامده. لازم مره واتنين وتلاته، ولازم ملح وخل وليمون، وتغيري عليها كل شويه الميه لحد ما تلاقيها نضفت. عشان التونه دي هي الدم اللي فيها ده، طالما نضفناها ونزلنا كل الغامق اللي فيها الدم ده عشان هي مليانه دم. بصوا بقى اول ما حطيت الليمون، بصوا بتنزل كل اللي فيها رغم ان انا غسلاها ومخليها زي الفل اهو. ودي كوبايه خل اهي. همسك الكوبايه كده ولاحظوا ان انا ما حطيتش ميه اهو. كوبايه الخل كده كلها على بعضيها اهي. نخليها في كل اهي. حطيتش ميه خالص انا، زي ما هي كده على وضعها كده لحد ما نرجع مع بعضينا ونشوفها. هتفضل بتاع ساعه ساعه ونص كده. هسيبها في المحلول ده، وكل شويه هاجي اقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق لغايه لما كل البتاع هنشوفه بقى. احنا الميه هنشوفوها. بصوا شكلها ايه دلوقتي هنشوفها. والتقليب يا حبايبي اهو.
هنقلب كده، يعني اللي تحت هنجيبه فوق وندخل كده جواها كده بالمنظر ده اهو. خلاص كل شويه هفضل اقلب فيها عشان خاطر اي دم اي حاجه جواها يتجاب وما تبقاش معانا زفره. هنشوف بعد كده هنعمل فيها ايه الخطوه الجايه. وكده حبايبي بعد ما عدت الساعه ونص واكتر كده زي ما احنا شايفين، ادي المنظر اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. هنشطفه بقى، هشطف السمك شطفه حلوه قوي 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 كده، وهرجع لكم تاني هوريهولكم. وعقبال ما اشطفه شفتوا بقى نزل حاجات قد ايه. هنا بقى هنا معايا حله وحاطه فيها كرفس وحاطه فيها بصل وحاطه فيها جزر وحاطه ورق لورا وحاطه حبهان وفص مستكه وحاطه فلفل اسود وكمون وملح وحاطه ايه تاني اللهم صل على سيدنا محمد، وفلفل اسود، كل دي. وهحط كوبايه خل وهحط ليمونتين هعصرهم واحطهم هنا، وهحط حبه بابريكا عليهم وهعلق عليهم على النار. هعلق عليهم وهشطف السمك وهاجي نشوف هنعمل مع بعض ايه لما الميه تغلي بكل المكونات اللي انا قلت عليهم. هجيب دلوقتي الخل هوريهولكم. هنزل بالخل الاول، احط كوبايه من الخل لان الخل هو اللي بيشيل الزفاره هو والليمون. كده كوبايه خل اهيت هحطها عليهم، وهعصر ليمونتين. نجيب ليمونتين كده معانا، هنعصر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط القشر بتاعهم اهو، وهحط حبة بابريكا وهعلق عليهم على البوتاجاز اهو عقبال ما هشطف السمك، وهرجع لكم تاني اوريكم شكله ايه. وكده بعد ما انا شطفت التونه بتاعتنا اللهم بارك، بصوا زي الفل ازاي، يعني بصراحه بصوا فله اهي. خلاص كل الدم اللي فيها نزل كده وبقت تمام والزفاره راحت منها. هنستنى بقى الميه تغلي وهننزل بالكميه بتاعتنا، وهنشوف بعد ما هنسلقها هنشوفها مع بعضنا يبقى شكلها ايه. دلوقتي خلاص استوت معايا اهي التونه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي كده انا نضفتها اهيت اول حاجه اهمت زي ما احنا شايفين. بصوا الجمال، شلت الجلد بتاعها. وفي هنا كده جنب السلسله بتاعت التونه في حتت كده غامقه بشيلها خالص وبتخلص منها. هوريها لكم دلوقتي اهيت زي دي كده اهو. دي بتخلص منها خالص اهي، بكحتها كده بالسكينه بمعلقه اي حاجه اهو كده. والقشره بتاعتها دي بتطلع بسهوله، واللي ما طلعتش معايا بصوا ببطن السكينه كده بظهرها اهو، بصوا تروح زي الفل اهي. باخد الحتت الغامقه دي كلها كده بتخلص منها اهي زي ما احنا شايفين كده. يا رب تكون كده ايه واضحه اهي زي ما احنا شايفين كده. بقت الحته اهيت ما فيهاش اي حاجه غامقه ولا اي حاجه اهي. خلاص هاخد برضو واحده تانية دي اللي هي الديول بتاعت تحت اهي. برضو هشيل كده الحته الغامقه دي كده خالص اهي، مش هخلي فيها خالص حته غامقه اهي. وبرضو هاخد الظهر كده ببطن السكينه بالراحه كده اهو، هكحته كده خالص كله تبقى نضيفه خالص معلهاش اي حاجه
طبعا اللي عايز يلبس قلافز يلبس، بس انا بحب اشتغل بايدي زي ما احنا شايفين كده. طبعا بقت القطعة اهي زي الفل اهي، من ورا ومن قدام مفيهاش اي حاجة اهي. وبرضو اللي هي القطعة بقيتها اهي. هشيل برضو، بصوا الغامق برضو اللي هو فين، فتحي كده بايدك وشيلي الحتة الغامقة، ولو في شوك ولا حاجة برضو هيتشال اهو. يعني الحتة اللي هي مكان السلسلة دي، مكان العظمة السلسلة اللي احنا بنقول عليها، بصوا اهي. بتخلص انا من الالوان اللي هي الايه، الحتة الغامقة دي اللي فيها اهي. وبرضو بظهر السكينة كده همشي عليها بالراحة خالص كده، اشيل كل الغامق بتاعها اهي. بقت معايا بالمنظر ده. هخلص بقى الكمية كلها، وهنرجع بقى نحط ايه في البرطمانات اهي. هعمل دي معاكم، هكمل دي معاكم وانا اخلص الكمية، وهنحط وهنشوف هنعمل فيها ايه. هخلص بقى كله وهرجع لكم تاني نحط في البرطمانات ونشوف هنعمل ايه. ده كده خلاص بعد ما نضفتها كلها. انا جبت معايا البرطمانات هنحط بقى فيها، ودي اخدت من الشوربه وحطيت عليها نص كوبايه خل وحبه ملح كده، رشه ملح صغيره، وهركن لها كده على جنب. وهاخد بقى هنا حامله البرطمانات بتاعتي كده اهو. هاخد القطعه دي كده زي ما احنا شايفين، بصوا الجمال والحلاوه، ولا اروع ولا احلى من كده، ما تفرقش اي حاجه عن اللي بره. عايزه اقول لكم ان هي قلب ريحه الشقه أهو. مش هكبسها عشان خاطر الميه تخش في كل الاماكن. ده كده اول واحد، البرطمان اهو دوت كده فاضي اهو، هنزلها لتحت. هاجي هنا مش حامله بقى البرطمان كله زي ما احنا شايفين كده، يا رب يكون واضح لكم. هعبي بقى كده، بس مش هعبي الاخر البرطمان كده، وهنكمل الباقي. هحط شويه زيت بس في الاخر بقى، نحط بقيه التونه كده. هحط بقى الشرايح الطويله دي، وهنا برضو زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا اهو كده. خدي القطعه دي كلها، وسيبي اللي هي الحاجات المتفرفتة دي هنحطها في برطمان تاني صغير كده لوحده اهو. انا دلوقتي بحط القطعة اللي هي كلها التونة، اللي هي كلها قطع اهو. هي يعني الفتافيت مش كتير يعني، وبعدين ما هي كده كده كلها يعني هتتاكل، مش هتقول لا اهي زي ما احنا شايفين كده اهوت. الحتت اللي هي برضو الصغيرة دي قطع مش اهي. في البرطمان برضو التاني اهو، ده برضو حملاه. طبعا لو الميه محمره كده شويه انا حاطه حبه بابريكا مكان الشوربه
وطبعا الشوربه انا حاطه فيها مستكه وحبهان ورق لورا، وحاطه فيها ملح وليمون وخل، وبرده حطيت هنا خل تاني اهو. حطينا برده زيت، حطوا بقى شويه زيت. بس الزيت ما يكونش ايه، يكون نوعيه كويسه عشان خاطر ما يبقاش مخزز. هكملها بقى زيت كده، وهنا برضو هحط بقى بس في التاني الكبير. خلاص كده. هاخد بقى البرطمان اللي هو الازاز ده الطويل، هحط بقى فيه كله اهو. هحط الباقي ده كله فيه، عشان طبعا دي كلها اللي هو الديل في كل السمك اللي انا جايباه اهو. وممكن هاخد من اجيب بس شوكة اجيب من البرطمان ده كده، وافضي هنا، اقلل ده عشان خاطر خلاص كده حلوة قوي. هاخد بقى بقية المحلول بتاعي وهنزل بيه هنا، وهاجي هنا هحط برضو زيت، هنكمل. هنا بقى هاجي هحط حبة ملح كده ايه فوق كل واحدة، وبرضو البرطمان ده حبة ملح برضو كده فوق الوش. وهحط اللي عايز بقى يحط شطة يحط، مفيش اي مشكلة. وهحط ورق لورا مع كل برطمان برضو فوق الوش كده. اهو. وهنحط هنا قرن فلفل احمر، وكده يبقى خلصنا التونة بتاعتنا النهاردة. ويا رب يكون الفيديو ان شاء الله بقى ايه كده لما اطلعها هنشوفوها مع بعضينا. ده كده اهوت هنقفل بقى عليه البرطمانات والحاجة، وان شاء الله لما نيجي بقى نطلعها
وافتح عليها. هنكمل نوريها لكم ان شاء الله هيبقى شكلها ايه. هنقفل بس برطماناتنا حلو قوي 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 كده. وده كده اهوت يا حبايبي. عايزه اوريكم بقى في الاخر. بصوا انا حاطه ايه. ده طبعا انا فتحت عليها بعد 5 ايام اهوت، ما رضيتش اصور لكم الا بعد ايه وقت. بصوا انا حاطه البتاع عليها، حاطه الورق اللورا عليها من فوق الوش كده، وطبعا هسيبها عليهم يعني مش زي ما احنا شايفين المنظر. والله ولا اروع ولا احلى من كده، احلى من الجاهزه بكتير. دلوقتي انا هفضي بقى في الطبق، وهنا برضو في ورق لورا. يا رب يكون كده واضح اهو. بشيل انا الورق اللورا بس هحطه يعني ايه في التاني. في قرن فلفل، حابه بقى كده ايه اغرف معاكم. بصوا بقى الجمال. طلع برضو بقيه الورق اللوري. بصوا الجمال، بصوا القطع، وبصوا اللون بتاعها زي ما تكون جاهزه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. بصوا الجمال. ولا اقول لكم بقى الريحه مش قادره اوصف لكم بجد يعني. بصوا القطع بقطعتها، ولا بصوا ولا اروع من كده ولا اجمل من كده اهو. بصوا اللي هي الحته القطعه اللي هي بتاعت الديل طالعه جميله ازاي. هنا بقى قرن الفلفل اهو، وهنا بقى هنحط الزيتون عليها، وطبعا بقى هنحبشها بقى بصل وليمون وبقدونس وكده يعني. اهي تونه دي ولا مش تونه؟ اهي تفرق ايه ولا اي حاجه، يمكن انضف واحلى من بره بمراحل بمراحل اهو. نشيل بقى البرطمان ده. وهنشوف بقى كده مع بعضينا الشكل النهائي ليه. ايه رأيكم بقى في طبق التونة الجميل ده؟ زي ما احنا شايفين كده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون افدتكم النهارده بطريقة عمل التونة. ويلا علشان خاطر الوقت بتاعها هو على اخر الشهر ده ان شاء الله. اللي عايز يعمل كميات ويشيل في قلب البرطمانات ويعملها زي ما احنا عاملين كده اهوت. ويا رب النهارده يكون الفيديو خفيف عليكم واكون افدتكم، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. بس قبل ما اسيبكم عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو عايزه لايك وفولو، واللي اول مره يشوف قناتي يعمل لي سبسكرايب ويشرفني وجوده عندي. واشوفكم على خير في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.